أسعد الله مساكم إخواني المشاهدين. اليوم متواجدين في مزايا نخبة بالكويت مع رئيس لجان التحكيم مسفر البهيجي العتيبي أبو طلال. أبو طلال الله يمسك بالخير. النور والسرور يا هلا والله بنفسك. صراحة المجهود هذا اللي شفناه وهو مجهود شخصي ومجهود قلة من الداعمين، الله يبيض وجهك على الترتيب وجهك وعلى التنظيم اللي إن شاء الله أنتم أهله وأنتم أهله على قولتهم الترتيب الزين والذمة. والله يبيض وجهك. نبيك تتكلم اليوم عن آلية دخول الحلال، بما أن الباقي يتكلم عن أيام المهرجان اللي هو 6 أيام أو 5 أيام. 6 أيام تدعم من بكرة المجاهيم بإذن الله. من بكرة. إيه. نبي بس طريقة الحلال دخول. بالنسبة للبداية والآلية واحدة من أول يوم تنطلق في بوابات. عندنا بوابة رقم 1 يدخل معها عدد الثمان وعدد الست تميز، مرورا بشبكة العبث راح شوط الست الدق راح يتوجه للشبوك هذه، وشوط الثمان راح يتوجهوا للشبوك هذه. الملاك ملاك البل راح يتفضلون في بيت الشعر، ينتظرون العرض، يتقهوون قهوة عندهم وكل مستلزماتهم عندهم، غداهم عندهم. بالنسبه لحقين التلاد اخواني التلاد راح يكونون هناك في الشبوك الثانيه، راح يدخلون حلالهم ويروحوا لمقراتهم للساعه 11 يرجعون. بعد ما نخلص الاشواط الثلاثه راح نبدا في شوط الفردي وشوط القدام. بالنسبه للمجاهيم راح نخلصهم ان شاء الله في يوم واحد ويتوكلون على الله، وان شاء الله نشوفهم السنه الجايه في موعد ان شاء الله جديد، والله يوفقنا وياهم، وجهودهم واضحه وحضورهم واضح، وهذا اللي نتمناه. وحنا نتعب لنا 6 شهور إداريا ولي أنا أسبوعين هنية ميدانيا، والحمد لله وصلنا عاد اللي احنا قدرنا عليه، ولا كان هو غايتنا عاد المطلوب الكبير اللي احنا نتمناه. لكن بيض الله وجهك يعني المجهود هذا الشخصي بيض الله وجهك. نمشي. لا أنا سويت اللي قدرت عليه بس ماني راضي ترى. الله يطول لي عمرك صراحة. احنا جينا على قولتهم معنا ما سحبنا الوقت. بالنسبة لإخواني الأندية في الخليج كملاك إبل، عندي لوحة نادي قطر للإبل ويشرفون اخواننا القطريين الله يبيض وجيههم. وعندي مهرجان الملك عبد العزيز السابع والتاسع الثامن ان شاء الله الجاي. هذا مفخرة للخليج. نعم. مفخرة قيادة وسيادة وإدارة، والنادي هذا عزيز على قلوبنا. اي والله. حتى لو كان في دولتنا الثانية للمملكة العربية السعودية، هذا النادي هو اللي أعز الناقة وأعز الملاك وانشطنا. هذه لوحة مهرجاننا الخاصة فينا، هذه لوحة الموروث الشعبي إن شاء الله أنه يرجع. ما حبينا أن يكون موجود في قلوبنا وموجود على أرض الواقع، حتى لو توقف فترة زمنية لظروف أو أسباب. ونادي الظفرة مزاين الظفرة كذلك، ولو في الدول الأخرى الخليجية فيها نوادي حطينا لوحاتهم. وحنا نتمنى ان شاء الله انك ترأس بعد الموروث باذن الله. والله ان انا رجال احتاج الراحه. مجهودك طيب احتاج الراحه. حبك للناقه وحبك اي والله احبه، وهذا الشيء اللي يتعب ذا يسوي ذا كله، هذا على قولتهم يدور على قولتهم مرضى. احنا بنشتغل انا اخوك اول شيء للناقه، ونشتغل اللي يسعد الناس، والناس هي اللي تتكلم، انا ما نتكلم. أنا بالنسبة لي ما راح أهرج ولا راح أقول أنا سويت ولا ما سويت، أنا يمكن آخر الناس اسمي ما عندي مشكلة، لكن الناس هي اللي تتكلم. إذا أنا بتكلم عن نفسي ما فيني خير، لكن إذا الناس تتكلم لا. للأمانة المجهود طيب، الله يطيب بإذن الله، وإن شاء الله نشوف الحضور طيب بإذن الله. على قولتهم أنتم سويتوا شيء فوق حتى الوصف بإذن الله. ما توقعنا احنا جينا اليوم إن شاء الله، بإذن الله احنا بنكون معاكم من اليوم
الله يبيض الين التتويج وتوزيع الجوائز. انت دعمتني معنويا ودعمت الناقك بشكل عام. الله يطول عمرك، ما لنا فضل والله. بيض الله وجهك. احنا يمدر انا علاقتهم فيه مهرجان. انتم اخواني الاعلاميين اللي من رمضان والله انا معي. احنا بعد نحث الاعلاميين على في مثل المهرجان هذا الحضور والتغطيه. اشكر اخواني اخوي رئيس المهرجان خالد بن حمود بن رشدان العدواني ونائبه عبد الرحمن بن مطر الظفيري، وانا رئيس لجان التحكيم. الله يبيض وجيههم وما قصروا ترى، حتى كانوا معي على اتصال شبه يومي وما قصروا وقفوا. موجودين الان ماسكين المقر الرئيسي وانا ماسك الميدان، مقسمين الشغل بيننا. والله يبيض وجيههم ان شاء الله. الله يبيض وجيههم وجهك. ابتداء بكره من الساعه كم؟ جايين بكره ابتداء من 7:30 الصبح ان شاء الله لغايه يمكن الساعه 8:30 او 9 في الجدول. والله انا نسيت حتى متى الدور. الله يعطيك الصحه برجع للجدول وما قصرت ويبيض وجهك. والله كلمه الشكر احنا نعجز عنها. انا بالشكر انا ما بالشكر من نفسي ولا بتكلم بالناس يتكلم. عز الله ما قصرت. الله يبيض وجهك يطول عمرك. لاني لو بتكلم عن نفسي انا ما تنفع، لكن لما الناس تتكلم عنك والاعلام يتكلم عنك هذا حقك الطبيعي اللي انت تستحقه. اي والله تستحق اكثر بعد. ايوه الله يبيض وجهك. الله يسلمك. الله يبيض وجهك. الله يسعد مساكم. الان كلمه مع رئيس اللجان مسفر تيبك. مساكم الله بالخير جميع. حنا اجتهدنا وقدمنا نخبة الحكام بالخليج بدون استثناء. كل واحد بياخذ حقه. على قولة القائل لا أحد ظالم، وناس تحكم حلال نخب، ما تحكم حلال الطيب أو الحلال اللي فوق الطيب أو الحلال اللي ممكن يكون صدر أو وسط أو كذا. فعلى أعلى مستوى تحكيم على مستوى البل موجودين، ما قصرنا، اجتهدنا لكم وتعبنا لكم. والله عاد اللي علينا سوينا. كلمناهم بيض الله وجيههم ورحبوا ودعموا اخوانهم من لا كلب في الكويت بدون وتعنوا اللي من 1000 كيلو و1200 كيلو واللي من 800 كيلو عشان انجاح هذا المهرجان. فنتمنى منكم قبول كل التحكيم بصدر رحب. الناس ما راح تظلم لا أنفسها ولا راح تظلم حلالكم ولا راح تسمع كلام فلان ولا راح تسمع كلام علان. وأولهم أنا رئيس لجنة التحكيم، أنا خارج التحكيم لكني رئيس لجنة التحكيم. حتى أنا علاقتي الشخصية معهم علاقة شخصية، ولكن في التحكيم علاقتهم مع التحكيم للعلم. حنا راح نبدأ القسم للاطمئنان علشان انكم تصيرون مطمئنين على آلية القسم بإذن الله. اجتهادكم طيب وهم كفو والله يحييهم، هم قد ان شاء الله حمل الامانه باذن الله. اسماءهم تكفي. الله يبيض وجيههم. اسماء نعم ما يحتاج. ما يحتاج. انا بالنسبه لي رئيس لجنه التحكيم، انا راح اقسم اول واحد وراح يقسمون من بعدي الحكام باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقسم بالله العظيم ان احكم بكل صدق وامانه، وان لا اميل لمشارك على حساب مشارك، والله على ما اقول شهيد. جزاك الله خير ويرحم ابو حمد. يا مرحبا يا ابو حمد. عرف اسمك. عايض بن مهدي القحطاني. اقسم بالله العظيم ان احكم بكل صدق وامانه، ولا ان لا اميل الى مشارك على حساب مشارك، والله على ما اقول شهيد. الله يجزاك خير ان شاء الله. يلا ابو من فاضل. يا مرحبا بن فاضل. عبد الله بن علي الفاضل. نعم. ما لكم زود. اقسم بالله العظيم ان احكم بكل صدق وامانه، وان لا اميل لمشارك على حساب مشارك، والله على ما اقول شهيد. التوفيق التوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. خل من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أنا أحكم بكل صدق وأمانة، وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك،
والله على ما أقول شهيد. نعم الله يجزاك. الاسم حسين بن محسن الزهيري. نعم عليكم. الله يجزاك خير رحمه الله. السلام عليكم. سنعاف عبد الله القحطاني. قرايه علي ابو القرايه عندي بعد. أقسم بالله اقسم العظيم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة احكم صدق وامانه ولا أميل لمشارك على حساب مشارك، ولا اميل لمشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. والله على مقول شهيد. نعم بيض الله وجهك. والله أني ما عاد قصرت. عمالقة. جلوي بن عرنان الدوسري. أقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. الله يجزاك خير رحمه الله. سيف بن حمد الشكرة. نعم أقسم بالله العظيم. ايش كتاب كثيرة. أتمنى أقرأ. اقرأ علي. واضح. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة أحكم بكل صدق وأمانة ولا أميل لمشارك على حساب ولا مشارك، أميل مشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول والله على شهيد. ما أقول شهيد. الله يجزاك خير رحمه الله. أفضل أقرأ بس الاسم بس. السلام عليكم، اخوكم حمد بن قشعم الهاجري. ما عليكم زود. أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وانا وأمانة احكم بكل صدق وامانه وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، ولا اميل المشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول والله شهيد. على ما اقول شهيد. موفق. الله يجزاك خير رحمه الله. علي بن محسن الزهيري. ما عليكم زود. أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة انا احكم بكل صدق وامانه وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، وان لا اميل المشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. اخوكم راشد الجاد العتيبي. نعم. أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة ان احكم بكل صدق وامانه وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، وان لا اميل للمشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. موفق. الله يجزاك خير رحمه الله. حمد بن راشد بن الخطلة. ونعم. نعم حمد. أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق أن وأمانة أحكم بكل صدق وأمانة وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، ولا أميل للمشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. الله يجزاك خير. موفق موفق. فهد بن مشوط السهلي. ما عليكم زود. أقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة وإني لا أميل مع لمشارك. لمشارك على المشارك وإنه على مقولة شهيد. الله يبيض وجهك رحمه الله. تقرأ ولا؟ أخوكم عبد الله بن صريع الهاجري. أقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة ولا أميل لمشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. السلام عليكم. محمد بن طربة الهاجري. زود. أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق ان وأمانة احكم بكل صدق وامانه وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، وان لا اميل المشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. السلام عليكم. ابراهيم حمد آل داود. ونعم. أقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق ان وأمانة احكم بكل صدق وامانه وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، وان لا اميل المشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. الطبيب أحمد العيسى عضو لجنة العبث. أقسم بالله العظيم أن أحكم بكل صدق وأمانة وأن لا أميل لمشارك على حساب مشارك، والله على ما أقول شهيد. موفقين موفقين. وين رئيس المهرجان تقسمون؟
خلاص. الله يجزاك خير يا ابو طلال. الله يبيض وجهك. والله يرحم والديكم جميع اللي تعنوا اللجان. اي والله. وبيض الله وجيهكم. سفاد طويل. والله العظيم انها علاقتهم لهم بياض الوجه على الدعوه ذي وقبولها. والله يبيض وجيه اخواني الاعلاميين وعمرك ما يكسر ان شاء الله. هم على قولتهم شمعة المهرجان اللي ينقلون الاعلام كامل. الله يبيض وجيههم. عريج حريز. لا كلمة لازم تاخذ كلمة. انا برحب فيك وحريز باخذ ايه بعد. جاي متعلم من الامارات. نبيه وش هي؟ ابرك. اول شيء نمسي بالخير على الجميع، وهذه فرصة سعيدة واجتماعنا الطيب في ذا المزاين المبروك اللي يرجع لنا الحياة يا بدر وهالكويت. اي بالله. شيء طيب انك تشوف مزاين ومهرجان بالمستوى هذا في دورتك. وانا صراحة قمت ابغى الكلمة هذه بقولها نيابة عن البدو هالكويت. الله يطول عمرك. اول شيء احنا نطالب الحكومة الكويتية وكلنا رغبة وكلنا عشم فيهم انهم يرجع الموروث مزاين الموروث الشعبي الكويتي على اعلى مستوى مثل باقي مهرجانات دول الخليج لجائزة الملك عبد العزيز ومزاين الظفرة ومزاين قطر. ما عليكم زود. احنا نطالب، انا واحد يمكن اصغر البدو تسمع، لكن هذا واجب على كل راعي ناقة وكل راعي محب للموروث الشعبي ان مزاين الكويت يرجع في اعلى مستوى مثل باقي مهرجانات الخليج. احنا لما نروح ككويتيين نشارك في الصياهد صحيح اللي هي جائزة الملك عبد العزيز، او عندنا اخواننا في الامارات في مزاين الظفرة او في قطر، نحس ان لازم مزايننا يرجع مثل ما كان. وانا في موقعي هذا صراحة اقدم نداء للحكومة وكلنا يعني هقوتنا وظننا طيب ان المزاين يرجع في حلة وفي صورة تشرف الكويت واهلها. وشكرا. كلنا نضم صوتنا مع بن فاضل الله يبيض وجهه. اعلاميين سنابين تبون شيء؟ لا نبي لي. تعال يا حريز. تعال نبي كلمة. يلا شرفنا من دولة الامارات حريز المنهالي راعي حساب حريز، وهذا شرف كبير لنا انك تنضم معانا في دولة الكويت بين ربعك واخوانك. والله لا يهينك على ذا الدعوة الطيبة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. للأمانة أني فخر أني أتواجد في هذا المهرجان اليوم. مثل ما قال بن فاضل أشكره على أول شيء كلامه الطيب. أشكركم أنتم المهرجان الغايمين على هذا المهرجان، وإن شاء الله أن نكون عند الثغر. شكرا الغايمين على هذا المهرجان، وشكرا على اختياركم هذه اللجنة. اللي أنا يوم جيت للأمانة شفت اللجنة لأني فرحت. اليوم في كل مزاينة يوم تجي وتشوف اللجنة هي نجاح المزاين. بيض الله وجوهكم على الاختيار الطيب، والله يوفقهم ويدلهم على الصواب. ما بزيد من كلام بن فاضل، بيض الله وجهه على هذا الكلام الطيب. نحن نفتخر ونستانس يوم نروح نشوف مزاينات مثل في الظفرة في الصياهد، نشوف الكويت. اليوم كلنا لحمة خليجية صحيح. نستانس بهذه الأمور، وهذا موروثنا إذا ما وقفنا عليه ما حد بيوقف عليه. فنشكركم ونتمنى منكم الاستمرار، ونشكر مدير المزاين، نشكركم أنتم القائمين على هذا المزاين، والله يوفقكم جميعا، وإن شاء الله أن نكون عند حسن ظنكم. حنا والله فخورين فيك يوم جيت وتعنيت واجب من دولة الإمارات. لنا هذا شرف لنا. المزاين عندي ما يعادل المزاين، وجودك وجود نخبة الحكام الموجودين في الخليج وإعلاميين اللامعين في الخليج. هذا نجاح مبكر. ابو طلال انتم ما قصرتوا، سرتوا للأعمدة. هي الأعمدة اللجان، يوم تيك اللجان بهذه الأسماء هذه ما شاء الله تحكم مثل ما قلت نخبة النخبة. الله يوفقهم إن شاء الله ويدلهم على الصواب، والله يوفقهم ويفرحهم إن شاء الله. وهذا المزاين ترى توفيق في النهاية، توافيق الناس تشارك. واليوم فرحة المزاين
شوف اليوم المزاينة أنا وجهة نظري تلم الناس، صحيح، إن كان عيال ولا الشباب كلهم مرتاحين، والله يوفق الجميع إن شاء الله، والله يوفقكم إن شاء الله. آمين. ومشكورين على الدعوة، إن شاء الله أن يكون عند حسن ظنكم. الله يوفقكم إن شاء الله. وجودك شرف يعني. الله يطول أعماركم إن شاء الله. بيض الله وجهك على ما سمعت وعملت وحرصت على اللجان اللي تجي تحكم. وهذا اللي انا حريص عليه. هذا الشيء المميز عندك. كل المزاينات اللي نروح فيها واللي نشارك فيها واللي يشاركون فيها، وخصوصا المزاينات الرسميه، اللجان تجيك من كل جهه من كل مكان، لكن عندك جميع اعضاء اللجنه وجميع اعضاء لجان التحكيم ولجان العبث اللي تجي عندك كلها منسجمه مع بعضها بعض، وهذا الشيء المميز عندك انت بالذات، وهذا من اهم اسباب نجاح اي مزاين يقوم. والله بيض وجهك. ولازم يعني اذا انت ذكي اداريا او انت تسعى الى مجموعه متجانسه، تجيب حكام هامه بهالمستوى، بالحكم اللي على المربع الاعلى لا يمكن انه يدخل مع شخص مهزوز لاي سبب من الاسباب، لا يمكن. وانت تعرف من زمان، ويمكن بعض الزملاء اللي حكموا معي يدرون اني انا ما اتوالم مع بعض الميول او كذا. فانا مرتاح من اول ما اخذت التصريح ومن اول ما لبوا النداء انا رقدت، نسيت شيء اسمه ناقه وتحكيم ناقه، نسيت لدرجه اني قلت خلاص انا اطلع استريح. وفيه من واحد انا اقول لك بكل امانه، واحد ممكن يحكم المجموعه، واحد. خليني انا الكفاءه اللي انا جبتها ممكن شخص واحد من الاسماء يحكم، لكن العرف السائد في المجموعه، النظام المتبع انك تقدم مجموعه، عرفت؟ فهذا صار عرف سائد في المهرجانات، لكن ككفاءه ومستوى نظره وتمكن، عرفت؟ والله العظيم الاسماء اللي شفتها من سواء من عبد او من لجنه المجاهيل او من لجنه المغاتير، الكل قادر على انه هو شخصه يتخذ قرار تحكيم ويجي صحيح. الكفاءه عاليه والتوفيق على الله. احنا اجتهدنا وبذلنا المجهود، الله يوفقنا وياهم. بيض وجهك ابو طلال، بيض وجيههم بعد. اسامي الله يطول عمركم. اسامي لماعه كل شيء فيهم. عبد الله من يوم اخذت الاذن وسمحوا وانتهت الامور اني مرتاح، حاط راسي على المخده ومرتاح. ان شاء الله ان شاء الله واعرفكم ويجتهدون على دعوتهم وجيتهم هنا، ما يحتاج بعد اكثر. هذا الشك، هذا الشيء ابو عبد الله خاصين ان شاء الله، خاصين من ناس سالفه ناقه وتحكيم ناقه، خاصين من هذا. ان شاء الله مهرجانات دائما ناجح، واي مجال تدخل فيه ناجح. الله يطول عمركم. شباب قاعدين نحصل شوي. الله يوفقهم ان شاء الله ويجعلهم على الصواب ان شاء الله. كلمه مع ابو طلال. احب اشكر اخوي رئيس المهرجان خالد بن حمود بن رشدان العدواني، ونائب رئيس المهرجان اخوي عبد الرحمن مطر الظفيري، اللي معاي من اول انطلاقه وابدوا استعدادهم من البدايه معي، والله يوفقهم. رجال اكفاء وعاشرتهم وزاملتهم في ميادين تحكيم وفي امور، والله يبيض وجيههم. هذا اللي اقدر اقوله. وما على ما قلتم سواعد لي وركائز اساسيه في هالمهرجان. مجهودكم طيب وواضح، ما في شك. واحد اشكر الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس النادي الابل السعودي، اللي ما ادري ايش اقول، يعني موافقته على اللجان ودعمه لي ودعمه لاخواني ودعمه للملاك الابل في الكويت. هذا شيء يغنيني عن كل شيء.
هم صراحة مستغرب عليهم. مجرد انه بس دعمنا هذا الشيء عندنا كبير، والله يبيض وجهه ولا هي كثير عليه. هو شيخ وهو راس قوم وهو منصب وهو انسان خلوق ومثالي، الله يبيض وجهه ويطول عمره. ولا ننسى سمو الامير خالد بن سلمان اللي كله فخر وشرفنا وساعدنا ودعمنا. الله يبيض وجهه ويبيض وجهكم كلكم شخص شخص. الله يبيض وجهكم طول عمرك. كلمة مع ري. مرحبا ومسهلا. أقول الله يبيض وجيه القايمين على المهرجان، وهذه عوايدهم أهل الكويت كل علم طيب يحلون به، وأبشرهم أول نجاحهم لجنة مهرجاننا في السعودية. خلينا نشيد فيهم. نقول أبشركم بشارة ناجح وشعقينها فوق. تدرون ليه؟ جايكم أهل الناقة صدق. ايه والله هنا. وأهل والبدوي هذا بدو وين جاء؟ وفي مهرجان الملك عبد العزيز. ونقول بيض الله وجهكم الجان واعلاميين. ولا جاك راعي ناقة صف صح بس تانس وانبسط. والله يبيض وجهه، وهذا اول نجوحكم اللجاني. ويبيض وجهه ويبيض وجه القايمين عليه. واهل الكويت يستاهلون الدعم، لا من اعلام ولا من اللجان. الله يبيض وجهه. ونقول بعد الله يبيض وجهه بالحيثلين لدعم. ما قصرتوا. علمك طيب. والله ما قصرتوا. وانتم تستاهلين. اللجان من الاتصالات من المملكة العربية السعودية ومن اخواني في قطر ومن اخواني في الامارات، من ضمنهم اخونا حريز المنهالي خلص. حريز يستاهل. ايه راح للطياره، ركب الطياره نزل ليه جاني من المطار. وهو طال عمرك يقيم حتى ببلاده مزاينات ونقول بيض الله وجهه. راح يعني ما عنده الشغل، جاء من المطار للمهرجان. هذا الامر كبير عندنا. نقول الله يبيض وجهكم. الله يبيض وجهكم. وصراحه انكم مغردين خارج السر. الحمد لله. ومزاينكم ذا ناجح 100%. توفيق. ونتمنى لكم التوفيق. والله يوفق الجميع. بيض الله وجيههم اللي جمعنا في الحوادث الطيبة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معاكم مع رئيس مزاين نخبة بالكويت خالد بن رشدان. كلمة منك للغايمين على المزاين واللجان، وبيض الله وجهك على هذا المهرجان اللي جمعنا فيه اخواننا من الامارات ومن الخليج كله، واللي تعنوا من لجان ومن تنظيم. الله يبيض وجهك. احييت على قولتهم الناقه وفلحوا العرب فيها كلهم. الله يطول لي بعمرك. اول شيء انا اشكر اخواني القايمين على المهرجان معاي، اخوي عبد الرحمن مطرب الرحيان الظفيري، وابو طلال مسفر معدي البهيجي، واشكر طال عمرك اخواني الاعلاميين اللي جم من خارج الكويت وتعنم وحيوا المهرجان معاي. وشكرا للجان ومرحبا بالجميع، مرحبا ومسهلا. واشكر اخوي حريز المنهالي جاء من الامارات وحيا المهرجان، جعل عمره طويل. وشكرا طبعا الموصول لك انت. الله يطول بعمرك. طال عمرك اللي ما قصرت معانا، وقفتك وجهودك. هذا ما لنا فضل فيه، الشيء اللي فيه الناقه ويخدم الناقه بنكون اول الحضور. جعل وبيضرب وجيهكم احييتم. جعل عمرك طويل، جعل عمرك طويل، يعلم الله. والترتيب الطيب، وهذا كله مجهود شخصي. الله يبيض وجهك انت وعلى القائمين. احنا ما سوينا الشيء هذا الا الاخوان الموجودين والملاك الناقه وبرك الساعات اللي جمعت العالم هذه كل ابوها. والله اني فرح الليله باللجان اللي حضرت وبالاعلاميين اللي جم. الله يبيض. عندي كثير من الرسائل اللي هي تمثل شنو فرحه اهل الناقه. نعم. من صغير من كبير. نعم. كل العموم عندي الرسائل كلها تشيد. نعم. تشيد فيكم وعلى قولتهم. الله يرحم والديك. انقل لكم انا الصوره اللي عندي. نعم. الله يبيض وجيهكم. العموم كله فرحان في على قولتهم زين ذا الناقه. الله يرحمه. احنا الشيء هذا ما سويناه الا الباديه ومالكين الناقه صراحه. سوينا للتلاد وسوينا للمشترى شوط الثمان، وسوينا طعام كل قعدان، وسوينا الفرديات، وسوينا شوط التمييز. وهذا كل ابوه الخدمه لاهل الناقه وملاك الناقه. والشيء هذا طال عمرك ما سويناه والله الذي لا اله الا الله الا لهم وهم يستاهلونه. الله يبيض وجهك. الله يبيض وجهك انت واللجان وعلى القائمين. جعل عمرك طويل. الله يرحم والديك. انت يبيض وجهك ومشكور، ومشكور الاخوان الاعلاميين كلهم، وبيض الله وجههم على وقفتهم معاي وتواجدهم معاي، وانا اشكرهم جدا صراحه. وحنا ان شاء الله متواصلين. بكره اول عرض لنا المجاهيم، وان شاء الله متواصلين احنا وياهم ما نختلف. الله وجهك وجهك وجهك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير اخواني المشاهدين. بكره ان شاء الله بدايه الانطلاقه في المجاهيم. راح يكون الدخول من الساعه 7:30 لغايه الساعه 9 وبعدها يتقفل الباب. نتمنى اخواني المشاركين التعاون معنا والتقييد بالتعليمات برئاسه لجنه القبول والمشرفه على التسجيل والعبث الفارط والحلال اللي دون المستوى اللي ما ينافس. في حلال ممكن يكون له أولوية الدخول للشبوك إذا مثلا صار العدد زايد، برئاسة رئيس المهرجان خالد بن حمود بن رشدان العدواني، نائب رئيس المهرجان أخوي عبد الرحمن مطر الظفيري، ومحدثكم رئيس لجان التحكيم مسفر البهيجي العتيبي، وأخوي عامر نائب رئيس لجان التحكيم عامر فهاد إن شاء الله أنه يجي بكرة موجود معنا، وأخوي عضو التحكيم في القبول الحبابي بن سعد من اخواننا في المملكه العربيه السعوديه. الله يبيض وجيههم ويقويهم ويوفقهم التوفيق الطيب. واتمنى من اخواني العبث لا اشوفه اللي بيفرط فرط بخليه ياخذ له ردور. انا اقولها بكل اللي فيها امور اكثر دقه راح تدخل للاشخاص المتخصصين من الاطباء ومن ذوي الخبره في هذا المجال. لكن الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه عبث فارط، الله يستر عليه. شبكه هناك اولى، شبكه يرجع واللي مهم سجل راح يرجع. والاولويه للحلال الطيب يدخل ميدان التحكيم بوجود اعضاء لجان التحكيم اللي هو رئيس المهرجان عضو لجنه التحكيم، نائب رئيس المهرجان عضو تحكيم، انا رئيس لجان تحكيم محكم، واخوي الحبابي سعد عضو لجنه التحكيم، اخوي عامر فهاد عضو لجنه التحكيم في القبول على الباب. الله يوفقنا وياكم، وان شاء الله الجايات ان شاء الله لنا لقاء السنه الجايه اذا الله اعطانا عمر بنفس الوجيه بنفس المجموعه ان شاء الله. ما نفقد احد من اخواننا ولا نفقد احد من المشاركين، بالعكس نبي مشاركين اقوى واقوى وزياده. والله يوفقك واشكرك يا اخوي الحبابي على تلبيتك الدعوه وحضورك من المملكه العربيه السعوديه. جيت من مسافات طويله وهذا ثقه وحق وطيب منك. ما عليك سوء طبعا. أيوه. هذا واجب علينا. الله يطول عمرك. نلبي دعوتكم وشكرا على دعوتكم. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. مشكور. مشكور.